محدثكم فارس عوض من ملعب المباراة لتغطية وتعليق على مجريات هذا اللقاء. يعتبر نادي باريس سان جيرمان هو أكثر الأندية الفرنسية تتويجا بالألقاب. كريم بنزيما وينطلق سليم فرصة مع كريستيانو رونالدو، خطير رونالدو أمام المرمى، ممكن يسجل. فرصة كبيرة وانطلاقة نحو الأمام، محاولة هدف التقدم. أوه الحارس كان في الموعد. كرة تحتسب إلى ضربة ركنية في منتصف ال 18 من توني كروس، وينطلق بالكرة إلى الأمام. فرصة للتقدم. أوه مرت جانبية. كرة بتعدي يمكن شكل خطورة. يا رب كرة في القائم. لوكا مودريتش نيمار، لكن كرة بتتخلص. هجوم من جارث بيل الآن. كريستيانو رونالدو. اوه هدف يكسر النتيجة السلبية. افتتحوا المباراة. الضربة الأولى. منافسة ستبدأ الآن. مباراة بنقطة تحول في هذه اللحظات. هذه اللقطة توضح لك طريقة التنفيذ والدقة في التسديد. لقطة كانت صعبة على حارس المرمى. زيدان سعيد بهدف التقدم. ريال مدريد يتقدم في المباراة. العرضية كانت ضعيفة يخرج المنافس. تياغو موتا. كافاني. اوه في المرمى من كافاني. يعودون في النتيجة بكرة تحرك المرمى. الله على هذه الشخصية. لنشاهد الهدف من زاوية أخرى. هدف تعديل الكفة. انطلاقة هجومية لريال مدريد. توني كروس. محاولة كانت للتقدم لكن النهاية ما كانت. كرة بعيدة عن الجميع بعد هذا التدخل. رونالدو متمركز في وسط منطقة الجزاء. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. واللاعب الشوت. نيمار بيلعب لكرة ومحاولة، ولكن كرة تصل إلى الحارس. نيمار. هذه تصويبة. كريستيانو رونالدو. انطلاقة هجومية لريال مدريد. جميل الكرة البينية من بنزيما. الكرة تخرج لضربة ركنية. كرة بتبعد من مناطق. دي ماريا يضرب. كان قريب من التسجيل لكن خافير باستوري. مستحيل. هدف في الدقائق الأخيرة. هدف يكون هدف التقدم الآن. هدف الفوز في هذه اللحظات. دقائق قليلة متبقية قد لا تكفي للعودة في المباراة. بعد نهاية الوقت الأصلي والوقت الإضافي هدف الفوز في الوقت بدل الضايع. هدف من الصعب تعويضه لأن تقريبا نقل الكرة باتجاه الهجوم. ممكن تكون الفرصة الأخيرة للتعادل. يا الله فرصة للتعادل أمام الوقت والمساحة للتسجيل الآن. مستحيلة يا بنزيما. في الأوقات اللي عليها القيمة، في اللحظات الأليمة التعادل يأتي. سجلها كريم. عادوا من جديد. أي كرة وأي سيناريو، أي لحظة وأي هدف قاتل. الله يا كريم. تعادل في وقت قاتل في الثواني الأخيرة في الوقت بدل الضايع. سجلوا هدف التعادل. كريستيانو رونالدو يعدي بمهارة. كرة بيستلمها حارس المرمى خلف المدافعين. رؤية ممتازة يلعبها في الخلف. يا رب يا أخي أنت كيف تلعب.
كيف تفكر، كيف تقرر، كيف تسجل، كيف تشوف. هو عارف وين يوقف، وين يتمركز، كيف يتصرف ويخلي الشباك تهتز. يفعلها مرة أخرى ويزور الشباك من جديد. ثنائية رائعة. تأخر البي اس جي في النتيجة. انطلاقة نحو الأمام، ممكن التعادل. تسديدة قوية لكن الحارس لها بالمرصاد. فرصة قد تكون الأخيرة للفريق للعودة في هذه المباراة من الضربة الركنية. تمريرة خاطئة للكرة، الفريق يخسر مشروع هجمة. البحث عن هجمة مرتدة، بيمر فيها، بيعدي فيها، راح ينفذ. جاريث بيل بيلعب لكرة بينية. يا رب، بنزيما يضع الكرة في المرمى. لم يكن أمام الحارس أي فرصة للتصدي لهذه الكرة. كان واحدة في مواجهة لاعبين اثنين وتمريرة ذكية واحدة كانت كافية لأن تمر الكرة وأن تسجل هذا الهدف. بعد هذا الهدف أعزائي المشاهدين، نتيجة هذه المباراة 4 أهداف لهدفين. إسكو، فرصة للهجمة المرتدة الآن. تقدم للأمام من كريستيانو رونالدو. الله على الحارس. الضربات الركنية تستمر. ضربة ركنية تنفذ قصيرة. كوفاتيتش، استخلاص ممتاز داخل المنطقة. فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات. فرصة هدف الآن. استعادوا الكرة. جميل مع نيمار، صارت صعبة، صارت خطرة. فرصة ممكن يجرب، ممكن يسجل. إعادة لهذه اللقطة. لم يخرج من مناطقه الدفاعية عبثا. أسكن الكرة في الشباك بمهارة رائعة جدا من هذا المدافع. المدرب الآن محبط، ما في كلام. توني كروس، كريستيانو رونالدو. فرصة مع كريستيانو رونالدو، خطير. رونالدو أمام المرمى، ممكن يسجل. هاتريك من الكريم بنزيما. كان كريما اليوم وللريال من اسمه نصيب. هذه اللقطة، هذه الإعادة رائع في مباراة اليوم. فعالية كبيرة أمام المرمى، يضيف الهدف الثالث. هاتريك في منتهى الروعة. الله عليك. نستأنف المباراة مرة أخرى بعد ما قدمت لنا هذه فرصة للتصويب. أمامك احتفالات صاخبة في المدرجات بهذا الهدف. الجماهير هي من طالبت اللاعب بالتسديد ليسدد هذه الكرة وتستقر في الشباك، ويفرح الجميع هنا في المدرجات. الآن أصبحوا على بعد خطوة واحدة من التعادل. قد لا يسعفهم الوقت المتبقي من المباراة، لكننا بكل تأكيد بانتظار لحظات مجنونة. نستأنف. يرسل الكرة. الله، القائم يكملها في المرمى. الشباك تتحرك. الكرة كانت مستحيلة على الحارس. شوف اللقطة، شوف اصطدام الكرة بالقائم وإكمال طريقها إلى الشباك. لنشاهد الهدف من زاوية أخرى. كرة بتلعب على حرفية سهلة في يد حارس المرمى. إذا التعادل لا زال يخيم على مجريات هذه المباراة بعد 120 دقيقة. لا بديل عن ركلات الترجيح لتحديد الفائز.
اللاعب يلتقط الأنفاس، يحاول الآن أن يحافظ على هدوءه، يستعد لتنفيذ الركلة الأولى. يا سلام، توقع ممتاز من الحارس، لكنه يخفق في التصدي لركلة الترجيح. تأخر في تحركه نحو الكرة، حاول أن يغالط حارس المرمى، الحارس كان لها بالمرصاد. الكرة تضرب في القائم. يضعها في المرمى. تأخر اللاعب كثيرا في طريقه للكرة، لكنه اختار المكان المناسب. ثقة كبيرة، خبرة السنين، وداها وين والحارس وين والفريق ناوي على وين. اوه، ماذا بعد حب يتفلسف فيها، حب يلعب له كرة على طريقة القائم، يتدخل وينقذ الموقف. يتدخل في المرة الثانية ويبعد هذه الكرة. إذا سجل هذه الكرة سيهدي الانتصار لفريقه بكل تأكيد. الكرة في القائم، يا الله، أي حظ هذا، أي ضغوطات، أي أعصاب، أي دقات تكاد أن تسمع للقلوب، لأنه ركلة تغالط حارس المرمى، دقة كبيرة في التنفيذ. تنفيذ ممتاز من اللاعب، ركلة تنفذ بنجاح. ممتاز الاختيار من اللاعب، زاوية صعبة على حارس المرمى وكرة في الشباك. ركلة ترجيح مميزة، الله على الثقة، يا عيني على الهدوء في التنفيذ. الكرة في الشباك، طريقة تقدم اللاعب نحو الكرة خادعت حارس المرمى. من يسجل من كل الأوضاع، لن يهدرها من علامة الجزاء. تنفيذ ممتاز من اللاعب. يا رباه، ضاعت الكرة الأخيرة وفريقه يخسر المباراة. لا يمكن أن نحمل اللاعب مسؤولية الهزيمة وحده، لأن الحظ لعب دورا كبيرا في ركلات الترجيح. بالنسبة لأداء كريم بنزيما في لقاء اليوم، قدم مباراة كبيرة، هاتريك خيالي في المباراة. بالتأكيد كان يمني النفس اليوم بأن الثلاثية تساعد فريقه على الفوز، لكن في النهاية التعادل حسم الأمور.